ساعات بتلاقي نفسك في تعاملاتك اليومية مع ناس ممكن يكونوا مقربين منك، سواء أصدقاء أو أقارب أو حتى من العيلة. يعني عيلة صغيرة، سواء أخ أو أخت أو زملاء. بتلاقي إحساس بيجيلك كده إنك مضغوطة في التعامل، وللأسف الشديد ما بتكونيش على طبيعتك، وبتاخدي بالك من كل كلمة بتقوليها، لأن وانتي قاعدة مع الشخصيات دي بيتحسب عليكي كل كلمة، بتحسب عليكي كلامك وبتحسب عليكي سكوتك كمان. يعني ممكن تلاقي سكوتك بيتفسر بطريقة بعيدة كل البعد أصلا عن أي حاجة تخصك انتي. طيب، ممكن تحسي انك قاعدة مش مرتاحة، بس مش قادرة تقولي او مش عارفة انتي مش مرتاحة ليه. نوضحها اكتر. بيبقى احساسك ان انتي موجودة مع شخص معين، لما بيقوم يمشي انتي بتحسي ان زي ما يكون كان في جبل على قلبك ونزل، زي ما احنا بنوصفها بالطريقة البسيطة كده، كأن كان في حاجة خانقاكي وارتحتي. انتي مش مرتاحة في وجود الشخص ده. طيب، في علم النفس بيقولوا ايه؟ لما انت بتكون مع شخص دايما بيحسسك انك مش مرتاح ومضغوط ونفسيتك تعبانة ومجهدة، وبيخليك دايما مش واثق من نفسك، عايز تبرر كل حاجة انت بتعملها، الشخصية دي اسمها في علم النفس الشخصية السامة او العلاقة السامة. الدكتورة ليليان جلاس المتخصصة في علم النفس عرفت العلاقة السامة بأنها أي علاقة بتسبب لك ضغط نفسي مستمر، بتؤثر سلبا على احترامك لذاتك، تستهلك طاقتك بدل ما تغذيها. الله سبحانه وتعالى قال: وقولوا للناس حسنا. يعني فإحنا في كلامنا وفي تصرفاتنا لازم نكون محترمين طيبين، مش بنضغط اللي قدامنا ونوصله لحالة نفسية سيئة جدا. يعني حتى الكلام اللي مطلوب مننا لابد ان هو يكون لائق ومحترم، ويكون بيخفف عن اللي قدامنا معنويا، مش بيزوده هم او بيزوده ضغوط نفسية.